لا 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 لا، ما شاء الله الدمويه جريت في الوش اهو بعد ما كان اصفر. نحمد ربنا على كل شيء يا رزيق. عشان خاطري بقى اعقل يا عطا، بحلفك باغلى ما عندك، انا بحبك. خلي بالك، وكفايه بقى اذيه لحد كده. الواد اللي اسمه طلعت ده واد نبو ازرق وسو. مش يعني اللي نخاف من واد احف زي ده. وبعدين خلاص، الواد ده بعد اللي عمله انقطع عنه ميه ونور، وشهادته بتتكتب ناقصه على الامضاء والختم. شهاده ايه لا مؤاخذه؟ شهاده وفاته يا خفيف. سيبك من الكلام ده. انا اللي حاسس في نفسيتي اني سمعت ان شامه جت زارته هنا في المستشفى. انت بتقول ايه؟ دي كانت بتعمل واجب وبس. بس انا حذرتها، قلت لها لا تكلمي حد ولا حد يكلمك لغايه ما الفتره دي كده تعدي على خير يعني. لا. اتفضل يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. خليك مرتاح. كيفك دلوقتي؟ معقوله سعادتك تعبت نفسك وجيت لحد هنا؟ ايه اقل منها يا عطا؟ تعرف اني كنت مسافر، رجعت كان عندي شويه مشاغل، اول ما خلصت جيت لك. طول عمرك صاحب واجب وتفهم في الاصول يا باشا. خدامك روزي رزق الله بيقلب شويه اكسسوارات كده عند سيادتك. عارفك زين، مفيش حد بيتعامل مع الشركه ما عنديش علم بيها. اخلع يا رزيق، اللورد عايز قطع على الانفراد. ايوه ماشي، وماله عادي. انا اتشرفت اللي شفت سيادتك يا باشا والله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحكايه يا عطا، حكايه ايه سعادتك؟ حكايه الصعيدي. الواد ده شايف نفسه وهو دغري اتكلم دغري يا عطا. سعادتك هو اللي ضربني وسرق مني البضاعه. الحكايه دي انا عارفها، واول ما اتاكد من اللي عملها هصفي دمه. بالشغل شوقي زهران اللي تعمل فيه كده، حتى لو ما يساويش غير 10 جنيه. سعادتك انا ما عملتش اللي عملته الا لما اتاكدت ان هو اللي عمل معايا كده. اسمع يا عطا، انت تعرف كويس ان تعبت قوي عشان اخلي البياصة تبقى ورا البطنية بزمنها، والشغل كان على نضيف. ابو مين ما يقدرش يمسك علينا غلطة. بس هاجي دلوقتي واسمح باللي يحصل فيه ده. كل شغلي كان بالهداوة، بالعقل، مش بالبلطجة. يعني حكيت لسعادتك على كل حاجه. قفل على الكلام ده. حاجة واحدة عايز أعرفها، حكاية البت اللي قلبت الدنيا بينك وبين الواد ده ومن غير كذب، واعي اللي بقوله؟ يعني عمري ما نقدر نكذب على سعادتك. معقولة يعني؟ نص ساعة قاعد معاك مش عايز تفتح بقك بكلمة؟ انت زعلان مني في حاجة؟ قلت لك مزاجي متعكر يا عبد السلام. طب احكي لي يا جدع، ده انا عبد السلام اخوك اللي ما كنتش بتخبي عنه حاجة. عبد السلام، عايزك تقابل الدكتور وتقول له ان انا عايز اطلع من هنا. صدري مخنوق، عايز اتعالج بره. وماله، هطلع اتكلم معاه، بس عشان خاطر يقول اللي جواك. على الاقل الست والدتك اللي قاعدة في الاستراحة بره دي ودموعها على خدها. امي كده لو ما حزنتش ما تبقاش امي. يا جدع دي بتقول اكيد في حاجة حصلت وانت مخبيها، حاول تطمنها. سلام. شو يا باشا، هو سعادتك جاي لحد هنا؟ ايه غريبة ولا ايه؟ لا قصدي يعني المستشفى مش قد المقام. ما تاخدش في بالك، كلنا ولاد 9. صاحبك فين؟ صاحبي مين؟ الصعيدي. طلعت؟ ايوه قاعد في انهي اوضه؟ في الأوضة اللي هناك دي. بلغه انه عايز اشوفه ولحاله. سعادتك؟ الله امال ما تضيعش وقت. اتفضل يا باشا اتفضل. بتقول مين؟ شوقي زهران. خليك مرتاح. اهلا وسهلا يا شوقي بيه. ما عارفش اذا كنت سمعت عني ولا لا،
شوقي بيه العفو، سمعت كل خير. قول لي يا طلعت، انت بتشتغل في السوق من متى؟ من 10 سنين كنت واقف على فرش صغير وربنا كرمني وخدت كشك. 10 سنين بتشتغل في السوق وما سمعتش عنك غير اليومين دول؟ يبقى اكيد انت راجل في حالك. طول عمري في حالي يا شوقي بيه، من يوم ما سبت العلام ما وريش غير شغلي وبس. وتعلمت لحد فين؟ دبلوم تجارة. انا عندي محلات وكشاك في السوق ملكي، بيشغلوها رجاله لحسابي. ده غير اللي عنديهم محلات وكشاك وبيشتروا بضاعة مني، بلات ملابس مستعملة وارد أوروبا، عندي غير الإكسسوارات وغيره، وشغل تاني كتير بشتغل فيه. ربنا يزيدك يا باشا. وطبعا الحاجات دي كلها مش قادر أراعيها بنفسي. عندي رجالة بيدوروا الليلة كلها وبيشوفوا مصالحي. عطى واحد منهم. عارف يا شوقي بيه، واحد في مقام سعادتك لازم يكون فيه ناس جنبه، بس الناس دي ممكن تسيء ليه، تلغمط الصورة الحلوة، وده من غير ما يعرف. برافو عليك يا طلعت، جبتها من الآخر. الرجالة دول مانيش قادر أراقبهم راجل راجل ولا خطوة خطوة. ليهم حياتهم ومشاكلهم وأسرارهم اللي تخصهم، لكن مهما استخبت بعرفها في الآخر، وبعرف اللي أساء لي وبحاسبه. والله يا شوقي بيه أنا ما كنتش أحب إن معرفتنا تبقى في عركة، بس هنقول إيه؟ النصيب. أنا عارف إن نيتك خير، وكونك ما جبتش سيرة عطا والرجالة في التحقيق ده له معنى كبير قوي. عرفتي منين؟ مفيش حاجة بتستخبى. أنا عرفت حكايتك مع عطا ونبهت عليه يلم الموضوع بالتحقيق. عندنا في الصعيد انت سيدي العارفين، اللي يتكل على الحكومة علشان تجيب له حقه بيعتبروه صغير ومش راجل، لأن كل جهة فيها كبير كلمته أقوى من الحكومة ذاتها. قول لي يا طلعت، انت ضربت عطا على اخوانه بجبل نحسه؟ ما حصلش علي من اليمين. غير ما تحلف انا مصدقك. انا ليا نظرة في الراجل اللي قدامي، بعرف اوزنه كيف. ترضى بحكمي وتعتبرني كبير؟ سعادة البيه بتقول ايه؟ العفو، تشريفك دي على راسي من فوق، اللي تقول عليه ماشي. زايد، عمري طلعت. رجالة من عندنا يصلحوا كشك طلعت ويرجعوه أحسن من مكان. لما يخلصوا يسلم مفتاحه للراجل الطيب ده. اللي تؤمر بيه يتنفذ فورا يا ناصر. في بضاعة تسوى كام يا طلعت؟ لا يا شوقي بيه أنا تسوى كام؟ 13,000 جنيه. تحطوا له بضاعة ب15,000 جنيه. أنا عايز طلعت يطلع من هنا يرجع مكانه ويشتغل كأن اللي جرى مكان. عمرك طلعت. سعادة البيه أنا مش عارف أقول إيه لسعادتك. ما تقولش حاجة، احنا صعايدة ولازم نوقف مع بعض. بالمناسبة انت منين من الصعيد؟ نسني. حسنا، كيف ما خدتش بالي من لغوتك؟ وسعادتك تعرف حد من هناك؟ احنا بلديات. يا شوقي بيه أنا مش عارف أقول لك إيه، والله أشكرك كيف. تشكرني انك تشد حيلك وتطلع من هنا تشوف شغلك. لو احتجت اي حاجة تجيني طوالي. حكايتك مع عطا خلاص انتهت، ما تفكرش فيها واصل.
من النهارده مش هيتعرض لك. سلام. سلام يا شوقي بيه.